اول حاجه ديرها منين يبدا الكتكوت يخرج من البيضه، اول حاجه ديرها تحيد داك القشور، تحيد داك القشور. ما تخافش، حيد داك القشور بحال هاد القشور هادو، حيد. الا فات البيض 21 يوم تحت الدجاجه وكاين اللي فقس وكاين في بعض البيض ما فقسش، كنقلبوا داك البيض اللي مازال ما فقسش، الا كان فيه الكتكوت لداخل كنقشروه غير من الفوق، القشره الفوقانيه داك الراس الفوقاني بحال هادي، وكنحطوه تحت الدجاجه بحال هاد الشكل هذا. كنقشرو الا كان فيه الكتكوت لداخل كنقشروه، كنعاونو نقشرو له ديك القشره الفوقانيه وكنحطوها تحت الدجاجه باش يخرج الراس. نشطبو البلاصه فين غنديرو الكتكوت ديالنا ونعقمو المكان مزيان، ونجيبو النجاره او التبن. الا كانت النجاره نغربلوها، نحيدو منها هذيك الغبره الرقيقه ونفرشوها في البلاصه ديال الكتكوت. نضع ملعقه صغيره عسل في ماء دافئ او سكر. اذا لم يكن لديك عسل نضع سكر في ماء دافئ، ونحطو الماء مع العسل او مع السكر بوحدو واحد اليوم كامل، ونجيبو الدجاجه ديالنا والكتاكيت ديالها اللهم بارك. ونخليوهم يشربوا الماء نهار كامل، من بعد نعطيهم العلف ديال الديماراج.